السلام عليكم، هلا والله حبايب قلبي بحلقة جديدة، حلقة مختلفة مو مثل حلقات البقية، حلقة تشرح لكم عن معلومات عن القبر مثل ما طلبوا بعض المتابعين، وعكس حلقاتنا كل مرة حلقة جديدة طلبوا مني 4 نقط أشرحهن بوضوح لكم. وطبعا أني ما أشرح شيء من جيبي، حسب ما سألت بعض العلماء واستفسرت ودورت بغير مكانات ووصلت إلى ناتج، ويعني أي شيء أسولفه بدليل وحديث للرسول سيدنا محمد. خليكم ويانا ولا تنسون الحبشكلات اللي نقول لكم عليها مثل كل مرة، اللايك والاشتراك وما ضر شيء للهدف اللي احنا نريده. تحياتي لكم وخليكم ويانا وشوفوا الحلقة كاملة. طبعا أول نقطة واللي تسألون إياها وأحب أجاوبها لكم ووصلها، واللي ما يعرفها يعرفها: هل الميت يتذكر أهله ويشتاق لهم ويسأل عنهم عند زيارة القبر؟ طبعا هاي أول. طبعا عندنا ثاني نقطة: ما هي علاقة رؤية الميت في المنام؟ خليكم ويانا. طبعا ذن كلهن، هاي أول نقطة قلت لكم إياها، والثانية قلت لها، والثالثة راح أقولها، والرابعة راح أقولها، وكلهن نجاوبكم إياهن بنهاية المقطع. ثالث نقطة: ما هو أفضل دعاء ندعو به للميت ليفيده بذيك الدنيا؟ طبعا هاي ثالث نقطة. رابعا: ما هو أفضل وقت لزيارة الميت؟ سنعرف كل هذه التفاصيل في حلقة اليوم، وكل شيء نذكره هو مسنود من رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول نقطة اللي هو الميت هل يتذكر أهله ويشتاق لهم؟ نعم، الميت يتذكر أهله ويشتاق لهم، وحتى إذا تروح للمقبرة وتسلم هم يردوا لك السلام غيابيا. وللعلم أكو نقطة ثانية: اللي يموتون قبلك هذا كل شيء نسولفه موجود الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يموتون قبلك من الأصدقاء والأقارب، من تموت راح الميتين قبلك يسألونك عن أقاربهم وأصدقائهم وش سووا وما سووا. كل هذا موجود في ذيك الدنيا. زيارة القبور مستحبة وفي أي وقت، وأي دعاء للميت يفيده. الكثير من الناس ما يعرفون هاي المعلومات، طبعا احنا بس نحب نوصلها كرسالة لا أكثر ولا أقل. وتحياتي لكم نفر نفر، أخوكم نسر العراق من وعات.